السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبايبي في كويزين أم سيرين دي زاد. اليوم جيتكم وطليت عليكم بهاد الوصفة، وصفة دولمة سلق كما راكم تشوفوا هنا. باش نحضروا هاد الوصفة حبايب قلبي، عندي طريفة تاع الدجاج وعندي زوج ربطات تاع سلق، خديت غير الورق برك وفورتهم كما راكم تشوفوا. عندي حبة بصل متوسطة هكذا راني سكرفشتها، وعندي هنايا حوالي 6 فصيصات تاع ثوم هكذاك سكرفشتهم تاني، وعندي شوية زيتونة ويغلي كما راكم تشوفوا ملهيه. يلا تفضلوا معايا حبايب قلبي نحضروا الوصفة مع بعض. هنا في الطنجرة تاعي نحط شوية زيت بهذه الطريقة، ما نكثرش بزاف لأنه الكريات تاع السلق راح نقليهم هكذا باش ما تخرجلناش ميدمة. هنا حبايبي نحط طريفة تاع الدجاج هكذا باش يتقلاو، نزيد نضيف عليهم بصل كما راكم تشوفوا، ونزيد نضيف عليهم شوية ثوم وشوية نحطوهم على لافاغس، نحرك مليح بهذه الطريقة هكذا بهذا الشكل هذا. هنا نزيد نضيف التوابل تاعي. هنا نحط فلفل كحل، نزيد كزبر هكذا بهذه الطريقة. أنا هادوما الكزبر وفلفل الكحل راني نشريهم ونرحيهم في الدار. عندي تاني شوية عكري حلو، وعندي ضفت شوية عكري حار يعطي بنة رائعة، وعندي ضفت ثانيت شوية طماطم مصبرة. نحرك مليح ونخليها تتقلى. هنا حبايبي بعد ما تقلات لي هنا مليح نزيد نضيف الزيتون تاعي اللي كنت كيما قلت لكم غليته. هنا نمرق قسمة ما يتغطى الدجاج تاعي بهذه الطريقة، نحرك ونخليها طيب هكذا بهذه الطريقة. من جهة واحدة أخرى حبايب قلبي نجيو نحضروا الكريات تاعنا. أنا كيما قلت لكم السلق تاعي بعد ما فورته عصرته مليح، نحيت له هذاك الماء. تاني نفس الشيء بالنسبة لهذاك شوية تاع البصل عصرته مليح باش ما يطلقليش الماء تاعو مع الكريات تاعي ما يشدوش رواحتهم. هنا نجيب الغيسيبيون تاعي ونحط هنايا نص دار تاع الدجاج يعني يكون مليح، يكون لاباس به كبير شوية. وعندي حطيت معاهم السلق، وزدت حطيت معاهم الثوم وهذاك شوية تاع البصل. ودوك نجيب توابل تاعي واش حطيت في القدرة ونحط هنايا في القدرة، يعني ما ضفت شوية راس الحانوت، ما ضفتوش للأمانة باش نسيته، بصح نتوما تقدروا تضيفوه، بصح أنا ضفته هنا في الكريات، وإذا كان عندكم كمون يكون أحسن. هنا حطيت شوية راس الحانوت، حطيت شوية قزبر، نزيد نضيف عليه شوية فلفل عكري كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا راني حطيت راس الحانوت هنايا. نضيف شوية ملح، ما نكثروش بزاف لأنه السلق ما يحبش الملح بزاف. وعندي زوج مغارف تاع لا شابلور كما راكم تشوفوا، يعني تقدروا تروحوا حتى ل3 مغارف، أنا حطيت زوج وشوية هكذاك. وعندي هنا حبة بيض، نحرك مليح المكونات تاعي بهذه الطريقة، يعني نعجنهم هكذا بهذه الطريقة. وانا من جهة واحدة اخرى كما راكم تشوفوا كنت وجدت هذاك البلاطو تاعي حطيت فيه الفارينة. هنا نحرك مليح الخليط تاعي، وهنا كما راكم تشوفوا نبدا نكور فيهم هكذا بهذه الطريقة. يعني نتوما احرار تحبوا ديروهم كبار شوية تحبوا ديروهم صغار، بصح انا درتهم يعني متوسطين، ماشي كبار ماشي صغار، باش يجيو متيحفين هكذا. نكور ونحطهم في الفارينة بهذه الطريقة، نكمل نكورهم كامل. هنا ماشي غير هادو برك اللي درت دوك بديت بهادو ما عاد نكمل الباقي.
هنايا كي نجي نحطهم في المقلاه، نحط المقلاه تاعي كيما راكم تشوفوا، نسخّن الزيت ونبدا نحط في الكوريات تاعي هنا نسقّمهم باش نحطهم. هنا كيما راكم تشوفوا راني نقلّب فيهم هكذا بهذه الطريقة. بعد ما تقلاو لي نحيهم هكذا بهذا الشكل هذايا. هنا لاصوص تاعي كيما راكم تشوفوا راهي طايبة، نجيب الكوريات ونستفهم كامل داخل القدرة هكذا باش يزيدوا يكملوا طيابهم ويتشربوا المرقة هذه مليح مليح هكذا. نكمل نستفهم كامل ونخليهم. هنا حبايب قلبي نغلق على القدرة تاعي ونخليهم يكملوا طيابهم. هنا حبايبي كيما راكم تشوفوا الظلمة تاعنا راهي طابت، دوك ما بقالي غير نزيد نرش لها شوية قزبر كيما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقة، نطفي عليها ونوريها لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي حبايب قلبي للظلمة تاعنا، خرجت بنينة عسل. توالم لهذا رمضان اللي جاي إن شاء الله تعتمدوها كطبق رئيسي. نتمنى حبايب قلبي تعجبكم الوصفة وتدعموني بجيم وابوني وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما، يزيد يحفزني ندير لكم وصفات واحد اخرين في الايام القادمة باذن الله. ودوك وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وتهلاو في روحتكم، بقاو على خير.